إفطار عابري السبيل عادة متجذرة في المجتمع الجزائري تبرز قيم التكافل والتضامن بين أبناء البلد الواحد. بين ساحتي موريس أودا والبريد المركزي مدت أطول طاولة لإفطار الصائمين في الجزائر العاصمة. في قلب العاصمة الجزائر تزين أكبر وأشهر شارع بحلة رمضان، وانبثقت منه رائحة سيد الشهور بالجود والكرم والتآزر الاجتماعي. طاولة الخير قد مدت على طول هذا الشارع العريق، بدءا من شارع موريس أودان وصولا إلى ساحة البريد المركزي، من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى المشكورة على ذلك، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاقتصاديين الذين أبوا إلا أن يساهموا في ملء هذه الطاولات. مع أذان المغرب حان وقت الإفطار وسادت روح الأخوة وتقاسم الطعام. 2500 وجبة قدمت ساخنة للصائمين الذين جاءوا من كل مكان في الجزائر. يعني مع العائلة تاعي الكريمة، يعني جينا هكذا سيارة بركتك حتى لقينا يعني مبادرة هذه الله يبارك أكثر من طيبة، يعني ما شاء الله. نشكروا أي واحد يعني ساهم والله من اللي لقى الفكره حتى اللي جسدها. جينا نحوسوا، جينا باش نكسيو دراري، لقينا مبادره ما شاء الله، بوركتم وان شاء الله كما يقولوا سفره دائمه يا رب العالمين. بين العائلات التي جاءت لتعيش هذه التجربه وجدنا عائله جزائريه مغتربه في بريطانيا ومعهم لورين الإنجليزية. جئت إلى الجزائر مرات عديدة وهذه تجربة رائعة. الجميع يأكل في الشارع في جو هادئ تملؤه الأخوة. هذا لن يحدث أبدا في إنجلترا. بعد الإفطار مهمة جمع الطاولات وغسل الأواني يتشارك فيها الجميع. ينظف المكان ويضرب موعد آخر لإفطار الصائمين لنيل الأجر ولم الشمل. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.